في بداية الحلقة كده يا برنس أنا عاوزك توجه كلمة لزيزو عندك في التعليقات. قول لي رأيك ووجه له كلمة عندك في التعليقات عشان هنتكلم بقى عليه. تغييرات بالجملة ومفاجآت في تشكيل الزمالك أمام المقاولون، ورسالة فييرا مدرب الزمالك للاعبين. وخلي بالك لأن الرسالة دي فيها كلام مهم جدا، تمام. وهنتكلم على موضوع عبد القادر، وهنتكلم على قصة محمد السيد لاعب نادي الزمالك واللي الاهلي بيفاوضوا وبيقترب من انتقاله الى النادي الاهلي. وهنتكلم على مواضيع واخبار جامده جدا. ولكن بعد اذن كل اخواتي ما تنساش يا برنس اللايك بتاعك. فبعد اذنك يا برنس ما تكسلش وربنا وتنزل تخبط اللايك ونوصل الفيديو ده باذن الله تعالى ل1000 لايك يا برنس. وصلي على نبينا محمد وصلي على سيدنا محمد. ولو انت يا برنس لسه ما اشتركتش في القناه فهيشرفني جدا جدا لو انت نزلت اشتركت معانا في القناه وفعلت زر الجرس. صلي على النبي وتعالى يا برنس نتكلم على ايه؟ على التغييرات، تمام. بعد كده هكلمك على التشكيل والكلام ده كله. بعد كده هنتكلم على الرساله اللي قالها فييرا للاعبين نادي الزمالك، تمام. ولا ناخد الرساله بعد التشكيل. بص الرساله بصراحه عشان الرساله مهمه. فييرا بيحذر لاعبين الزمالك من الثقه الزايده، وقبل مواجهه المقاولين بيقول لهم مش عاوز الثقه زياده. كسبنا ماتش سيراميكا وخلاص، كسبنا وخدنا ال3 نقاط، صفحه واتقفلت، انسوها خالص. انسوا ماتش السيراميكا كاننا ما لعبناهوش، وكأن ماتش المقاولين العرب ده ماتش مهم، وماتش المقاولين العرب ده لازم تنزله بكل تركيز، تمام. قال لك لازم يكون فيه تركيز. وموضوع الاحتفال بعد المباراه بتاعت سيراميكا واحتفلنا والكلام ده كله خلاص قفلنا يا باشا، قفلنا الموضوع، تمام. قال لك انا بحذر اللعيبه من التهاون امام خصم المقاولين. قال لهم مش عاوز تهاون، مش عاوز انك تبقى نازل كلك ثقه كلك بتاع نازل انا الزمالك انا هكسب، لا، انزل العب عادي، انزل اضغط، انزل من البدايه كانه ده اول ماتش ليك. وخلي بالك دوت تقدر تقول عليه كده دي رساله مهمه. ليه؟ لانك انت مثلا كسبت نادي الزمالك كان بيجي عليه فتره يكسب ماتش تلاقي الماتش الموسم اللي فات، احنا مش هنروح لك بعيد، السنه اللي فاتت الزمالك لو تفتكر معايا الزمالك جت عليه كذا مره كان مثلا يجي يلعب فاكر ماتش المصري اللي مشي فيه جوميز؟ تفتكروا كان الماتش ده الزمالك كان المفروض يكسب ويتصدر الدوري، مش عارف ساعتها الزمالك يتعادل بتهيألي، تمام. فساعتها الزمالك الموسم اللي فات الاهلي يتعادل او بيراميدز مثلا يتعادل، الزمالك يكسب يتصدر، الزمالك يخسر لا يتعادل. ليه بقى؟ كل ما تقرب لفرصه فخلاص بقى احنا يا جماعه هننزل نكسب النهارده فهنتصدر دوري. ففييرا بيحذر اللعيبه، قال لهم انا مش عاوز تهاون، عاوز تركيز، صفحه سيراميكا تتقفل، كل الكلام ده، عاوز ماتش سيراميكا وال3 نقاط في بدايه المشوار مهمين جدا. وده الكلام اللي انا قلته لك. قلت لك ان نادي الزمالك لو جيت بصيت عليه في المواسم اللي بيضيع منه الدوري هتلاقيه مثلا ايه في بدايه الدوري في اول 10 ماتشات تلاقي الزمالك لا بيتعادل لا بيخسر، تلاقي مثلا يكسب فيريح، يكسب ماتش يتعادل ماتشين، يكسب ماتش يخسر ماتش، يكسب ماتش كده، مفيش نمط ثابت. فالراجل بيحذر. وخلي بالك كل المحللين بتوع الكوره وكل الناس بتقول لك الراجل ده مش جاي ياكل عيش، مش اللي هو جاي كده وخلاص، تمام. اقعد اسمع المحللين اللي هم بتوع كوره. يعني احمد عز انا بحبه جدا جدا جدا، ليه تصريحات وليه تحليله على فييرا، حتى اسمعش انا بحب احمد عز، يقول ده راجل بتاع كوره، ما انا بحب الناس بتوع الكوره. قال لك فييرا انا فضلت قاعد مش عاوز اشوفه هيبدا بتشكيل تشكيل الزمالك هيكون امام سيراميكا هل هيبدا ينزل بالصفقات وينزل بالكلام ده كله امام سيراميكا عشان يكسب؟ قال لك الراجل ما عملش كده، الراجل نزل بالتشكيل اللي هو بتاع الموسم اللي فات، مفيش بس غير التغيير بتاعت شيكو، تمام. قال لك ده كانت التغييره الوحيده اللي في التشكيل. قال لك عشان الراجل عنده فكر ان هو الصفقات لسه جايه، وحتى الصفقات اللي جت للراجل ده ما جاتش مع بعض، يعني مثلا ما خبطوش كده قال له دلوقتي يا باشا ال10 صفقات اهم، لا، ده صفقه بعدها باسبوعين، صفقه بعدها مش عارف كمان كام يوم 3 صفقات كده.
فقال لك لسه اللعيبه ما اتمرنتش مع الراجل، لسه الراجل ما حفظش اللعيبه، لسه الراجل في بدايه الدوري، الراجل كان مثلا هيقعد معسكر مثلا فتره اعداد 6 اسابيع، فالراجل قعد 4، ان الراجل جه متاخر، فجون ادوار جه متاخر، فالراجل جه متاخر، فالصفقه كانت متاخره. انت فاهم قصدي؟ شفت الترتيبه؟ فانت كل لما تكسب ويكون في استقرار اكتر، ويكون الفرقه بيكون حاله الاستقرار، والمدرب بيقعد مع اللعيبه والكلام ده كله، الموضوع ده بيطول وفي مكسب وفي استقرار وفي هدوء في الفرقه، فالثقه والمدرب يحفظ اللعيبه واللعيبه بتحفظ المدرب، فانت هتشوف ناتج في الاخر. تمام؟ قال لك الراجل فييرا من المدربين اللي هو بيحب الخطط الهجوميه، بس مش هو اوسوريو مثلا اللي هو دماغه مهويه مش عارف هو فين. قال لك الراجل ده عارف هو فين، وعارف هو بيعمل ايه، وعارف موضوع ال3 نقاط ده. فالراجل تصريحاته مهمه جدا جدا جدا، وانا موضوع فييرا مدرب نادي الزمالك حاسه هيعمل حاجه مع الزمالك، لان الراجل ده انا كلمتك عليه، لان الراجل ده هتحس ان هو عنده طموح، عاوز يعمل حاجه. حتى اللعيبه اللي جت نادي الزمالك كلها سنها صغير، كلها عطشانه كوره، فانت بتتكلم ان لعيبه عاوزه تعمل حاجه، عاوزه تظبط، تضيف في تاريخها الكروي حاجه، فديت نقطه كويسه جدا. تمام؟ بص بقى التغييرات بالجمله في تشكيل الزمالك. بص يا باشا، خلاص انا قلت لك في فيديو امبارح، قلت لك ان فييرا هيستقر بنسبه كبيره جدا تتخطى ال 85 او 90% ان صبحي هو هيكون حارس مرمى الزمالك خلاص امام المقاولين، وفكر بقى تغيير المركز وحراسه المرمى والكلام ده كله انتهى. قال لك الاثنين اللي بص بقى التشكيل بقى اللي في التغيير ده، ركز في التشكيل ده عشان التشكيل ده مهم. قال لك محمد صبحي في حراسه المرمى، 2 هيكون قلوب دفاع امام المقاولين حسام عبد المجيد والونش، خلاص ده هيكون الثنائي الثابت. هيكون ناحيه اليمين هيكون عمر جابر، وناحيه الشمال هيكون بنتاي. ال3 بقى اللي في نص الملعب دولت ليله تانيه. شحاته هيكون موجود، ناصر ماهر هيكون موجود، ادم. تقول لي طب فين عبد الله؟ خلي بالك ان ادم اساسا بيلعب رقم 10، ادم ما بيلعبش على الطرف، اللي هو اللاعب رقم 10 اللي بيتحرك والكلام ده كله، ولكن هو عارف يأديها اللي هو على الطرف، لعيب كويس جدا. تمام؟ فالفكره في تكتيك، وممكن عبد الله سعيد مكان ادم، بس في تشكيله ثانيه ممكن تكون هجوميه، لو تحط محمد شحاته في قلب الدفاع، في قلب نص الملعب قصدي، و2 قدامه اللي هو ناصر ماهر وادم، 2 صراع، 2 مهاريين جدا، 2 في التحركات وتحركاتهم بالكوره سريعه جدا. فانت بتتكلم ان ناصر ماهر وادم الاثنين في التحولات جامدين جدا، في الهجمات اللي هم صراع وان هم حريف الكوره. فقال لك دي تشكيله ممكن تبدا بيها امام المقاولين بنسبه تتخطى 90%. ليه؟ لان مقاولين العرب مش هيهاجمك زي سيراميكا. ليه برضه؟ ما دي كلها اسئله، فكل سؤال انا هقوله لك انت تقول لي ليه. تمام؟ كل سؤال انا هقوله لك هتقول لي ليه؟ لان فرقه المقاولين العرب طبعا فرقه الكواليتي بتاعها مش نفس كواليتي سيراميكا. المدرب بتاعها مش علي ماهر. علي ماهر من المدربين اللي بيحبوا الكره الهجوميه، اللي بيحبوا الاستحواذ، اللي بيحبوا خلق الفرص، اللي بيحبوا الضغط من قدام، بيلعبوا الملعب مفتوح. اديك كنت شايف امام الزمالك فاتحين الملعب ازاي وبيضغطوا وبيروحوا. المقاولين مش هيلعب كده. المقاولين هتلاقي باشا رصه الاتوبيس ورا، وهتلاقي مثلا واحد في خط الهجوم او 2 بيضغطوا عليك من قدام. ممكن في حالات قليله جدا جدا في المباراه الكره الطويله الشلوط دي تبقى هجمه مرتده، دي ممكن تحصل، ولكن خط دفاع الزمالك في ماتش المقاولين هتحس فيه راحه شويه، مش هيبقى فيه الضغط اللي كان موجود عندهم في ماتش سيراميكا. الفكره ديت هتودينا لايه؟ هتودينا لفكره ناصر ماهر وادم. ناصر ماهر وادم الاثنين انا قلت لك حريف الكوره، الاثنين حريف الكوره، فالاثنين هيعرفوا يتحركوا بالكوره والترقيص وخل او تفتيت الدفاع اللي هيكون عامله المقاولين العرب، هيبنوا لك خرسانه ورا. ماشي؟ فالاثنين دول زي ما بقول لك ادم وناصر ماهر الاثنين 1-8 1-10 قدام في نص الملعب، واللاعب رقم 6 هيكون محمد شحاته. اما ال3 اللي هيكونوا في الهجوم شيكو بنزا ناحيه الشمال، واللاعب البرازيلي خوان لافينا، وخلي بالك ده بنسبه كبيره هيبدا، والدباغ في الهجوم. تشكيل جامد جدا، تشكيل جامد. اللعيبه ديت لو حفظت بعض وجمدت فرقه الزمالك بالتشكيل ده قوي. وخلي بالك الميزه هنا والحته هنا ان الزمالك اللي كانت ناقصاه الميزه ديت السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت لما كان المدير الفني بيتزنق كان يقعد يبص على الدكه كده، طب انا انزل مين؟ مفيش حد. دلوقتي بص على الدكه يا باشا، دلوقتي انت تبص على الدكه، دلوقتي هيكون عندك ناصر منسي بره، هيكون عندك
احمد ربيع، هيكون عندك محمد اسماعيل مكان برضو على المدافعين، هيكون عندك عبد الحميد معالي، هيكون عندك انا عمال افتكرهم لك والله، عمرو ناصر واحمد شريف، في لعيبه كتيره بره، واحمد حمدي ويوسف جعفر، في فتوح لما هيرجع لك. هتبص على الدكه، عواب برضو بره، عندك لعيبه تقدر تجيبها من على الدكه هتنزلها. كان الموسم اللي فات الزمالك لما بيتزنق يبص ايه ده فين يا جماعه اللعيبه؟ ما عندكش. فدلوقتي الزمالك بقى عنده تشكيله وعنده بدله، بقى عنده تشكيله وبقى عنده بدله. الزمالك الموسم دوت مطالب من الفرقه ديت ومن المدير الفني والخطه اللي هم حاطينها ان نادي الزمالك يرجع من تاني المشاركه في دوري ابطال افريقيا. نادي الزمالك لو مش هياخد المركز الاول او مش هياخد بطوله الدوري يتاهل الى دوري ابطال افريقيا. فانت بتتكلم تشكيل كويس، وعندك برضه صح عبد الله السعيد، وعندك دونجا. دلوقتي بقى عندك لعيبه عدالك على الدكه، لو ما كانش عندك. لو كنت تتزين ايه ده يا جماعه؟ طب هنعمل ايه؟ تفضل قاعد تبص كده، ايه ده؟ طب هنسوي ايه؟ طب هنعمل ايه؟ دلوقتي بقى عندك فرقه بره، عندك الجزيري، عمال اجيبهم لك، عمال افتكر اللي انت معاك عشان مش محضر الاسامي اللعيبه اللي هتبقى بره دي، بس حرفيا انت دلوقتي كسكواد للزمالك انت ما وصلتش لاحسن حاجه الواو والجامده واللي هو البلاس ايه، بس الفكره انت عندك اللي ماشيك، عندك اللعيبه اللي تعرف تستخدمها، عندك في اللعيبه دي في مميزات في عيوب، بس انت كمدير فني ولازم كمدير فني تبقى عندك الحته دي اللي هو انت تعرف تطلع من كل لعيب الميزه اللي عنده، وتجمع اللعيب ده الميزه من هنا، وتجمع اللعيب ده الميزه من هنا، فالاخر كله هتلاقي نفسك انت بقيت فريق مميز. لما تاخد ميزه ناصر ماهر، ميزه شحاته، ميزه شيكو بنزا، ميزه اخوان لافينا، ميزه الدباغ، فانت تاخد من كل واحد الميزه بتاعته تجمعهم وتبدا تشتغل. هتقول لي ناخد ميزه ازاي؟ اقول لك ميزه ناصر ماهر السرعات والمهاره والكلام ده كله، الدباغ لعيب طويل، لعيب الكلام ده كله، تبدا تشتغل على عمر جابر وعلى ناصر ماهر ان هم يتطرفوا يعملوا له عرضيات، فدول ده حريف بيعرف يعمل عرضيات كويسه، فانت خدت الميزه بتاعته. خدت ميزه عمر جابر بيعرف يرفع ويعمل عرضيات كويسه، فخدت الميزه بتاعته. خدت ميزه الدباغ في ايه؟ تحركاته يلعب بالدماغ، فتعمل لكل واحد الميزه بتاعته، فجاه بقيت انت في الاخر فريق مميز وفريق قادر على المنافسه على بطوله الدوري. تمام؟ فدي تشكيل وتغييرات بالجمله في تشكيل الزمالك، والرساله اللي هو قالها فيرا، فده يقول لك ان اللعيبه واضح جدا داخلين ماتش المقاولين العرب بكل تركيز. وقلت لك قبل كده ان اداره الزمالك قررت صرف مكافاه للاعبين عشان ماتش المقاولين، الماتش مهم جدا. تقول لي الماتش ده مقاولين؟ لا، الزمالك في بدايه الدوري مركز قوي وعلى بطوله الدوري وعلى ماتش المقاولين، وكل الناس قاعده منتظره برضه ان كل الناس عاوزه بقى ايه؟ نشوف المدير الفني ده، هتشوفه مره واثنين وثلاثه. تمام؟ فده كده يا برنس على موضوع تشكيل نادي الزمالك. عندك لاعبين نادي الزمالك امبارح بعد طبعا العقوبه اللي تم للرابطه ان هي تطبقها على جمهور نادي الزمالك بتغريم نادي الزمالك 100,000 جنيه بسبب الجمهور اللي عمله على زيزو والكلام ده كله. لاعبين نادي الزمالك امبارح بدات ان هي ترفع استوريهات ودعم لجمهور نادي الزمالك والكلام ده كله، وديت تحس ان ايه في ترابط ما بين لعيبه نادي الزمالك والجمهور، واللعيبه بتقول للجمهور احنا معاكم والكلام ده كله. فلاعيبه نادي الزمالك تعمل استروهات وتدعم جمهور نادي الزمالك. فهننقل طبعا على خبر اللاعب اللي الاهلي بيقترب من ضم اللاعب الموهبه الصاعده محمد السيد. محمد السيد في الساعات الاخيره قال لك ايه؟ ان محمد السيد بيقترب من الاهلي. محمد السيد لغايه دلوقتي مش عاوز يجدد مع الزمالك، فالزمالك ادى مهله اخيره لمحمد السيد من اجل حسم تجديد عقده مع نادي الزمالك بعد العوده من المغرب، ان هو دلوقتي بيشارك مع المنتخب الشباب في المغرب. تمام؟ قال لك لحسم الموقف بتاعه نادي الزمالك عمل له عقد جديد بمرتب جامد والكلام ده كله، ومستني ورغبه الجهاز الفني نادي الزمالك ان هو الاستمرار مع الفريق. قال لك ده لعيب كويس والكلام ده كله. ماشي. الاهلي بيتحرك واحده واحده في موضوع محمد السيد. الاهلي بيتحرك واحده واحده في موضوع محمد السيد، وفكره ايه ان هو بقى عقدك يا ابني هيخلص، طب ما تيجي الاهلي جنب اخواتك. تمام؟ فالاهلي بيسعى واحده واحده من حته محمد السيد،
والزمالك بيبدا داخل جد في موضوع التجديد عقد محمد السيد. وخلي بالك ان جون ادوارد بعد ما خلص صفقه موضوع الصفقات والكلام ده كله، جون ادوارد فهو عاوز موضوع ان هو يجدد للاعيبه عقودها بقى، ان في لعيبه عقودها طبعا هتخلص. دي الخطوه الثانيه اللي جون ادوارد قال لك احنا هناخدها، موضوع اللي احنا نجدد للعيبه العقود بتاعتها الفتره القادمه. فموضوع محمد السيد دوت هنشوفه الفتره الجايه يا برنس. عاوز برضه اقول لك ان ايه بقى، اداره الاهلي كلمت ريبيرو، قال لك احنا عاوزين نغير او نعدل موعد تمرين الاهلي. قال طب نعدل موعد تمرين الاهلي ليه يا جدعان؟ قال لك بسبب درجه الحراره. درجه الحراره، ايوه زي ما سمعت. قال لك اداره الاهلي ان الاهلي بيتمرن الساعه 10:30 الصبح، قال لك اللعيبه بتشتكي ان درجه الحراره مرتفعه والكلام ده كله، فاداره النادي الاهلي بتطالب بان هو بس يعدل التمرين يكون بعد العصر عشان اللعيبه تتمرن. فالناس تقول لك ايه؟ طب ايه يعني نعدل التمرين ونروح نلاعب صن داونز نترزع منهم؟ ما انت اقعد فكر فكره انك رايح افريقيا، انك بتلعب في افريقيا، والناس عارفه في افريقيا نقطه ضعفك ايه يا اهلي. لعبهم الساعه 3، هاتهم في عز الشمس. فالفكره انا ما اسلقش اللعيبه الصراحه لان الجو حر جدا يا جماعه لا يطاق، يعني اتمرنوا بجد بالليل الحوار صعب قوي يعني. فبجد يعني بتمنى ان هم موضوع تعديل التمرين دوت عشان الجو الصراحه لا يطاق. عندك مروان عطيه هيغيب عن النادي الاهلي امام بيراميدز، ومروان هيعود للتدريبات في اول 9. اللي هو دلوقتي بيتمرن بالجيم خفاف والكلام ده كله، ولكن بقى التدريبات الجماعيه والكوره والكلام ده كله هيعود في شهر 9، يعني كمان اسبوعين كده باذن الله. ومروان عطيه هيرجع تاني، ومنتظرين مروان عطيه، ان مروان عطيه دلوقتي الناس تقول لك طب مروان وديانجو برمضان، فمروان مستنيينه بنسبه كبيره. موضوع عبد القادر، موضوع عبد القادر امبارح انتشر اخبار بتاكد ان اهل طرابلس الليبي عاوز عبد القادر وعاوز الانتقال والكلام ده كله. وطلع خبر نفي الخبر موضوع الاهلي طرابلس الليبي وعبد القادر عاوز يمشي. وطلع كابتن شوبير مع محمد يوسف بيقول لك محمد يوسف بيحاول اقناع ريبيرو باعاده عبد القادر للتدريبات، ولكن ريبيرو رافض، قال لك اللاعب اتمرن منفردا. فقصه عبد القادر انا نفسي نخلص منها، يعني قصه عبد القادر نفسي بجد نخلص منها يا برنس، لان الموضوع طول ولاحظ ان انا بقيت اتكلم عليه كتير، موضوع عبد القادر عشان اتكلمت عليه كتير قوي. فخلاص كده تمام يا برنس، وصلنا لغايه نهايه الحلقه. ما تنساش اللايك بتاعك وتصلي على سيدنا محمد يا برنس، ولو انت يعني وصلت للنهايه معانا يا ريت يا برنس تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس يا برنس، والسلام عليكم.